السلام عليكم وتحيه كبيره للجميع. من الحوايج اللي ما كنبغيش ندوي عليهم بزاف هما المشاكل التحكيميه. كيف ما شفتوا البارح مورا الماتش ديال الوداد وتوارقه درت فيديو دويت فيه على ما هو تقني ما هو تكتيكي وما بغيتش ندوي على التحكيم. وانا ديجا درت واحد الفيديو قبل نبدا البطوله قلت باللي هاد اللعابه اللي كاينين دابا حاليا يعني لازم انك تعطيهم واحد المده طويله باش يلا ان الفرقه انهم يفهموا الخطه ديال موكوينه ويبداو انهم يديروا ماتشات مزيانين. يعني هادشي خاصو الوقت وهادشي راه كاين في الكره، ويمكنش انك تبني في ظرف واحد الاسابيع اللي معدوده. يعني حنا مازال في الدوره 3، يعني يلا غادي باش كتحاول انك ترونفورسي الفرقه وتعرف فين هما كاينين اماكن الخلل وشنو خاصك دير وشنو خاص تتابعك مع الوقت. يعني حاليا حنا خاصنا ندعموا الفرقه، ولكن فاش كيولوا شي امور اللي خارجيه، امور اللي كتحكم في النتيجه ديال المباراه، هنا كيولي لازم علينا ان نخرجوا ندويو نتكلموا ونعارضوا القرارات اللي كتضر بنادي الوداد الرياضي. التحكيم خصو يكون نزيه. درت انا شي خطا تحمل فيه مسؤوليه، خطا فيه صفرة ولا حمراء عطيني صفرة ولا حمراء، ولكن شي حاجه نستحق عطيها ليا. التحكيم خصو يكون نزيه، يعني اللي كيستاهل شي حاجه ياخذها. هادشي الاخوان بدا من الماتش ديال الوداد وتطوان. اول حاجه تعيين واحد الحكم اللي مبتدئ مع احتراماتي ليه، عبد المنعم باسلام اللي كبر عليه الماتش ديال الوداد وتطوان. اغلب القرارات ديال الماتش كامل كانت فيها تعاطف مع المغرب التطواني. مشى عنده حركات كابيتان ديكيب يعني غيحتج غيدوي مع الحكم، يعني راه كابيتان ديكيب راه هو اللي عنده الصلاحيه باش يدوي مع جبد لي افيرتيسمون. اغلب القرارات اللي كانت في الماتش كامل تقريبا كان ضد الوداد الرياضي، وحتى الطريقه اللي سيف لعب على البينالتي في الدقيقه الاخرى كتبين انه كان متردد. يعني ما كانش انه صافي ضربه جزاء اي فوا هادي بقى كيتسنى واحد شويه عاد صفر على الرباط، بالرغم ان من بعد مديريه ديال التحكيم اكدت ان ضربه جزاء مشروعه. كانوا بعض الاشخاص يقولوا ان ماشي بينالتي، ضربه جزاء واضحه، وهذا الشيء من مديريه التحكيم اللي علنت ان ضربه جزاء ديال الوداد كانت مشروعه وضربه جزاء واضحه. الماتش ديال البارح ديال الوداد وتوارقه كانت فيه مهزله تحكيميه. البطل ديالها هو الحكم الحنفي اللي حكم هذه المباراه. حكم كيحكمها في اقسام الهواش واقسام ديال في الدوزيام سيري اللي راسو كيحكم في مباريات ديال الوداد الرياضي. مع احتراماتي هاد الحكام اللي كيحكموا، ولكن خص يكون عنده حكم اللي عنده نزاهه، حكم يسال ان يحكم في بروميير سيري، يعني حكم يسال ان يكون في ديك البلاصه. غنبارطاجي معكم اخوان بعض اللقطات اللي كتبين الخبث ديال الحكم اللي حرم به الوداد من ضربات الجزاء وحرم به الوداد من طرد ديال اللاعب ديال اتحاد تشوارق اللي كان يقدر ان يسهل الماموري على الوداد الرياضي. كذلك بعض القرارات اللي كان فيهم تعاطف كبير مع اللاعبين ديال المغرب التطواني. اللقطه الاولى هنا كاين واحد التدخل بخشونه من اللاعب ايمن مريد في حق اللاعب اسماعيل بن قطيب. شي كون كانت هادي في اوروبا ما غيتسناش وغيجبد لي افيرتيسمون، ما كيتسناوش هما واش دارت في يلاه بدا الماتش الثواني الاولى، واش غنخسر الماتش الا عطيتو حمراء ولا غنخسر الماتش الا جبت لي صفراء. ما عندهمش هما هادشي، عندهم النزاهه. هنا تدخل خشن، على الاقل ان كاين افيرتيسمون، على الاقل كاين افيرتيسمون واخا ان يلاه بدا الماتش، حيت التدخل حيت كون شد فيه غادي يقدر ان يسالي لي الكارير ديالو حيت مشى ليه الركبه. هنا كان واضح انه اللاعب ياخذ افيرتيسمون حيت واحد التدخل مع بدا الماتش يلاه غيدوز لاباس اللعاب. كيفاش كان التدخل هنا؟ بدات كما كنقولوا ان واحد التعاطف مع اللعابه ديال التوارقه، والاغلبيه غيبداو يقولوا ان يعطي صفراء يلاه بدا يلاه الثانيه 15 ولا ما عجبت ليه افيرتيسمون. ولكن في اوروب ما كاينش هادشي. في اوروب كترتكب شي خطا ديك الساعه كتاخذ افيرتيسمون ولا طرد، ما كيتسناوش، ما عندهمش مشكل ديال الوقت. شي خطا كيسهل انك تاخذ في افيرتيسمون غتاخذها في ديك الثانيه الاولى، ما عندهمش هما تسنى. حنا عندنا هادشي للاسف بطوله احترافيه اللي غاديين بها وكيدمروا فيها. هذه اللقطه الثانيه اللي فيها التدخل ديال اللاعب ديال التوارقه حق اللاعب حمزه الساخي اللي حفظ عليه. هنا واضحه وباينه افيرتيسمون، كيجبد لي انذار بين اللعاب معروفه في الكره كتحفظ على اللعاب افيرتيسمون. يعني اللعاب كيستاهل ان ياخذ صفراء، هنا ما عطاش لا صفراء لا والو، انذار شفهي ما كانش، يعني عادي بحال ما كاين والو وكمل الماتش. هذه هي اللقطه الثالثه بالنسبه لي اللقطه المثيره في المباراه. كاينين واحد اللقطات هما اللي اكثر منها، ولكن هذه كانت غتلعب واحد الدور كبير كون طبق فيها القانون. علاش؟ هنا نسيم الشادي دفع على اللعاب، مشى بها كان غيبينيطري، ضربوا اللاعب اللي هو اخر مدافع، يعني عرقله واضحه حمراء. علاش؟ حيت هو اخر مدافع، حيت كون داز بان نسيم الشادي غيبينيطري يدخل الكار غيبقى منه الحواصلي. هنا قرر انه يعرقلو. ولا لاحظنا ان في الماتش ديال الشامبيونز ليغ ديال موناكو والبارسا واحد الكره بحال هكا، ونقدر نقول لكم ان ماشي مؤثره بحال ديال الكره ديال نسيم الشادي. حتى الشيغان كان رد ديفونسور بغى يدور ولا ضارب اللاعب ديال موناكو ولا خيط حمراء. هنايا كره غادي بها. اصلا في ماتش البارسا كانوا اللاعب مازال حدا مدافعين، هنايا كون دخل بها نسيم الشادي كان غيمشي بها غيبقى منه البوطو غيماركيها. يعني هنا اخر مدافع في الكره
ورقه حمراء، عطى مع الخريج ما جبش ليه حمراء. واللقطه الواعره انه مشى للفار اللي كيبين ان حيت هو اصلا كان بغى يشوف واش اورجو في الاول، لقى ماشي اورجو، الكره انها راه سليمه كيف ما كنقولوا. مشى بانيسي الشاذلي باش يجبد ليه حمراء، يحيد الصفراء ويعطيه حمراء اللي كانت غتسهل المأمور ديال ولد الرياضي، حتى هي الكره القانون شاكل شي حمراء راه غتسهل المأموريه للفريق الاخر. كشافها بالصفراء وخلى الماتش كامل ملعوب بحال هكاك. وهنا كتبين هنا كاين خبث من الحكم اللي ما كيطبقش القانون ولا ما عارفش. يعني هنا كان لازم انه كان في الاوروب، يعني هنا كون كان في الاوروب كان غادي يوقفوه ما غيبقاش يحكم، حيت هنا هذه اخطاء اللي صراحه كتغير المجرى ديال المباراه. اللقطه الرابعه، وهذه اللقطه الاخوان راه مضحكه بهذا المعنى، اللقطه ديال محروس قدام الاربيط، كيشوف فيها الاربيط اللعاب ديال توارقه عنق بهذا المعنى محروس وطيحو طاحو ياه قدام الاربيط. يعني كيف الفيديو كيفاش كتبان، يعني صفراء مع ضربه جزاء واضحه، ما عرفتش علاش ما صفرش عليها. يعني هذه قدام الاربيط كيشوف فيها، يعني ما مشى لا فار لا والو وما قدرش انه ياخذ فيها شي قرار. واللقطه الخامسه، اللقطه المثيره اللي طرولوا بها بزاف صراحه، اللي لاحظ نسيم الشادي في انستغرام، لاحظ نيونغ، لاحظوا بزاف انه جاو ماتشي غريب. يعني كان كيلعبوا في الهون نيفو، كتلعب في فرنسا، يعني كتلعب في واحد النيفو اللي كبير، كتشوف بحال ما التحكيم هذا كره واضحه وباينه بحال العام اللي فات سيفلك بينانتي ديال الوداد، بحال العام اللي فات سيفلك بينانتي كونتر السوالم، بحال هذه اللعاب اللي هز رجليه دوجه اللاعب نيونغ. يعني كانت باينه واضحه انها ضربه جزاء واضحه وغيمشي للفار. ضربه جزاء واضحه ديال الوداد ما صفرش عليها. يعني هنا كيبين ان اغلب القرارات اللي صراحه بحال ضد الوداد الرياضي، يعني بحال الوداد مستهدف. يعني الوداد حنا كوداديين لعب معنا الكره ربحتينا نصفقوا ليك، ولكن باش تحاول انك تربحنا ولا دير واحد الحاجه في الماتش اللي تغير بسبب ديال التحكيم، هنا كيكونوا بزاف ديال التساؤلات، كاين علامه استفهام اللي خاص مدير التحكيم تعرف اش كدير. يعني كتدرب واحد الفرقه، يعني الا كنتو غتبقاو تخلينا دائما اننا نلعبوا ويبقاو ديما القرارات التحكيم ضد الوداد، راه بلا ما تلعب علاش غتلعب؟ يعني غتولي تماركي ويحيدوها عليك. يعني حنا باغيين حقنا في التحكيم، وكنتمنى من اداره الوداد انها يكون واحد البلاغ استنكاري باش ان هادشي ما يبقاش، يكون واحد الحكم نزيه. والتعيينات راه كتبين ان ماتش الوداد التعيينات ديال الحكام اللي يلاه بداو راه صراحه، ولا حكام اللي ما كانوش كيحكموا في واحد المستوى كبير كيحكموا الوداد الرياضي. يعني راه كارثه. هادو راه غير الحالات اللي تطرقت لهم، راه ابار دوك الحالات ديال التوش ديالنا كيولي ديالهم، كورنر شي لعبه كتولي دغيا كتولي ديالهم. يعني هنا مديريه التحكيم لازم ان تعين حكام عندهم كفاءه كبيره، يعني حكام اللي كيسالوا غيهزوا بمشعل ديال كره القدم وفي التحكيم. حيت صراحه ملي كتشوف ان التظاهرات الاخر ديال كاس العالم ان ما كان فيها شي حكم مغربي، راه كتبين ان النيفو ديال التحكيم في المغرب طايح. يعني الا كان التحكيم عندك في الدوري ديالك مزيان وفي بلادك كاين تحكيم مزيان، يعني راه اوتوماتيكمون غيكون حكام اللي غيكونوا كيحكموا ماتشات اللي مهمه كاينه في سواء في كاس العالم سواء في كاس افريقيا. كتشوف ان ما كاينش هادشي، كاس العالم ما كاينش شي حكم اللي يحكم فيه. يعني هنا كتبين ان كاين ضعف ديال التحكيم. كنتمنى من مديريه التحكيم ان تعرف اش كدير وتحاول ان تبدل هادشي اللي صراحه ما خدمه ما والو. كتضيعوا فراقي حكام اللي ما عندوش كفاءه كيجي يحكم. يعني فرصه انه يولوا حكام يسالوا انهم يحكموا الماتشات، ماشي ديال الوداد ديال جميع الفرق. يعني راه في الدوره اللي فاتت شحال من فرقات حرمات من ضربات الجزاء، يعني فرق كبيره حرمات من ضربات الجزاء ومن بعض القرارات اللي كتغير غتقدر تخليك نقطه ضعفات تخليك انك طيح لدوزيام سيري ولا ما ديش بطوله ولا ما تكاليفاش تلعب في الشامبيونز ليغ ولا في الكاف. يعني كاينين بزاف ديال الامور اللي خاصها تناقش. نتمنوا خير، نتمنوا مديريه التحكيم انها تعرف اش كدير. انت راه مقبل على تظاهرات عالميه، الا بقات شي بحال هكا غيبقى يضر غير بكره القدم المغربيه وما غنوصلوا حتى شي حاجه اللي كنتمناها. تحياتي لكم ونتمنوا خير وعاش الوداد الرياضي.